كده احنا علقنا الفراخ بصوا، من غير كلام ولا مقدمات كتير، دي هتبقى احلى فراخ شوايه هتاكلوها في حياتكم. وعملنا جنبيها رز بالخلطه، بس بقول لكم ايه، تحفه. يلا بينا بسرعه على الفيديو، ولو عايزين طريقه الرز اللي بخلطه ده اكتبوا لي في الكومنتات. يلا بينا. معانا الفرخه بتاعتنا بقى اهي، مغسوله ومتنضفه. دي فرخه في حدود كيلو 600 جرام مثلا. ومعانا هنا ليمونه قضاليا، الليمون الكبير دوت، لو مش موجود ممكن نحط 3 ليمونات صغيرين. ومعانا 3 حبات برتقان عصرينهم ومخلين نص برتقانه مقطعينها وحاطينها مع العصير بتاعها. وهنا بقى معانا ميه غلينا فيها ورق لورا وقرنفل وحبهان وفلفل اسود حصى. هتقول لي غليتها ليه بقى؟ ما احنا هنحطها على طول مع محلول النقع ده. هقول لك ان الورق اللورا والقرنفل والحاجات دي ما بتطلعش الروائح بتاعتها غير لما بتتغلي. بعد ما غليناها سقعناها خالص وبردناها، هننزل بقى بيها على الفراخ، وننزل بالليمون القضاليا، وننزل بالبرتقال. في حاجه نسيت اقول لكم، انا حاطط كمان مع الميه بتاعت ورق اللورا والقرنفل والحبهان دي، حاطط معاها معلقتين سكر ومعلقتين ملح، وغليتهم وسبتهم يبردوا. خلي الفرخه تكون منقوعه كلها متغطيه للاخر، لو محتاجه ميه نزودها ميه. كده تمام. الفرخه بتاعتنا اتحطت في محلول النقع، هنغطيها وندخلها التلاجة تبات ليله كامله، يعني نعملها من بالليل ونشتغل فيها تاني يوم الصبح. الفرخه بتاعتنا بقى اهي، بعد ما قعدناها ليله كامله في محلول النقع، طلعناها من محلول النقع وشطفناها ونشفناها كويس قوي. معانا بقى هنا نص ليمونه قضاليا، اللي هو الليمون ده، تمام، باين عندكم. هننزل بيها في اي بول عندنا. ومعانا حوالي فنجان زيت او اكتر كمان كده منه بشويه. نبدا بقى نتبل التوابل بتاعتنا. هننزل بمعلقه ملح صغيره، معلقه فلفل ابيض او فلفل اسمر صغيره لو مش متاح فلفل ابيض، نص معلقه اوريجانو او زعتر مجفف، حوالي معلقه صغيره بابريكا مدخنه، ربع معلقه كمون، نص معلقه توم باودر، واخر حاجه معانا معلقه كاري صغيره. تمام. هننزل بالكلام ده كله مع بعض، ونقلب التوابل دي في الزيت والليمون كويس قوي. وبايدينا الحلوه دي بقى نبدا ايه، نلغوص في الفرخه بتاعتنا من جوه من بره تحت الجلد، ما نسيبش حته الا لما نلغوصها. نجيب بقى السيخ بتاعنا بتاع الشوايه، ونحاول نثبت الفرخه بتاعتنا كويس جدا بالسيخ ده. كده احنا علقنا الفرخه بتاعتنا كويس وضمننا ان هي ما بتتحركش من على السيخ. هندخلها تحت الشوايه، هتاخد معانا حوالي ساعه، ساعه وربع، لحد اما الوش اللي بره ده يحمر، واحنا هنعرف ان هي استوت من شكلها.